السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد من دروس اللغة العربية، والدرس دوت بيخص الولاد بدءا من الصف الثالث الابتدائي. يا ريت لو عجبك الفيديو تعمل له لايك، وكمان تعمل اشتراك في القناة علشان يوصلك أي جديد، وكمان لو استفدت منه يا ريت تفيد غيرك وتعمل شير للفيديو. درس النهارده ان شاء الله هيكون همزة القطع والف الوصل، وخلينا متفقين ان في ناس كتير جدا بتتلخبط في الدرس ده، مش بس الولاد الصغيرين حتى الكبار والله. فتعالي النهارده بقى يعني نفهم الدرس دوت، ويا ريت الامهات كمان تتابعوا معايا، على ان انا بعتبر ان الام هي المعلم الاول في حياة كل طفل. فيا ريت الام تفهم معانا الدرس علشان لو ابنها غلط في حاجة هي اللي تفهمه فيما بعد. طيب الأول كده الفرق في الاتنين ما بين الاتنين من حيث الشكل. همزة القطع هي الألف اللي عليها الهمزة، لكن ألف الوصل هي الألف اللي هي كنا بنسميها ألف المد، هنا اسمها ألف، يبقى دي همزة ودي ألف، همزة القطع وألف الوصل، ده من حيث الشكل. طيب تعال، همزة القطع دي بنشوفها زي ايه؟ زي أحمد، زي أحبه، زي إنسان، زي آدم، يعني حتى آدم دي معلمتي همزة قطع، دي همزة قطع. طب ألف الوصل بنشوفها في إيه؟ افتكر كده. طيب بنشوفها في ابن، بنشوفها في اسم. طب ابن واسم دي يا معلمتي أنا كنت بحط عليها همزة، لا هو أنت خدت إن أنت بتحط عليها همزة، لكن ده مش صح. كلمة ابن وكلمة اسم دي ألف وصل، فطبعا ما بنحطش عليها، زي كمان الكلمات اللي فيها ألف ولام كلها، كل الكلمات اللي فيها ألف ولام دي ألف وصل، وزي كلمة استثمار وكل الكلمات اللي شبهها. طبعا مش هقول للطفل الصغير إن دي حاجة اسمها مصدر عشان ما يتلخبطش، كلمة استثمار دي في حاجات شبهها كتير، كل ده يعتبر ألف إيه؟ ألف وصل. طيب تعالى نفرق ما بين الاتنين من حيث الصوت. همزة القطع سواء كانت في أول الكلام أو في وسط الكلام بنسمع صوت الهمزة اللي هو أ، يبقى ده اسمه همزة قطع. زي مثلا إيه؟ أنا أحب الفاكهة. طيب أنا أحب الفاكهة، كلمة أنا وكلمة أحب الاتنين همزة قطع. لما جينا سمعنا قريناها بسرعة، طبعا أنا لوحدها دي كده تعتبر إيه؟ كلمة لوحدها. أحبه دي برضو كلمة لوحدها، لكن لما جيت قريت الجملة كلها وقلت أنا أحب الفاكهة، في المرتين أنا سمعت صوت الإيه؟ صوت الهمزة، سمعت صوت يبقى دي اسمها همزة قطع. الصوت ما اختفاش ولا راح في حتة، الصوت موجود، سواء نطقت الكلمة لوحدها سواء نطقتها مع حاجة بشكل متواصل، يبقى الصوت لم يختفي واتنطق في المرتين، يبقى اتكتبت واتنطقت في أول الكلام أو في وسط الكلام، يبقى بالتالي دي على طول همزة قطع. طيب لكن همزة الوصل، ألف الوصل، أنا آسفة، ألف الوصل بقى في أول الكلام ليها بتنطق إيه؟ طبعا بتنطق همزة اللي هو الصوت لكن في وسط الكلام طبعا لا تنطق وبيختفي الصوت نهائيا. طب زي إيه بقى؟ زي كلمة انتظار. طب حضرتك يا معلمتي لسه قايلة اهو انتظار ونطقت الهمزة، قلتي إيه انتظار. انا طقطها لان هي هنا تعتبر كلمه لوحدها، يعتبر دي في اول الكلام. لكن لما اجي اشوفها في حاله الوصل بقى، يعني مثلا هنا افكر في انتظار الفجر، هل انا كده قريت صح؟ لا طبعا، انت ده اللي انت قريته، قلت افكر في انتظار الفجر، طبعا انت لما جيت تقرا كده حسيت بمشقه وبتعب. لكن خليني في كلمه انتظار علشان اقرا الجمله صح. هقراها ازاي؟ افكر في انتظار الفجر، افكر فين. يبقى هنا صوت الهمزه فضل موجود، ولا هقولك زي ما بقول للولاد في الفصل الصوت طار؟ لا، الصوت طار واختفى، ما اتنطقش. يبقى في الحالة دي كلمة انتظار موجودة اهي في وسط الكلام، لما دخلنا عليها الحرف الجر فيه الصوت دخل في بعضه، فهنا ايه؟ يبقى هنا الهمزة لم تنطق، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها ألف وصل. تمام كده؟ طيب تعالى نشوف كده من خلال التدريب وحل الكتاب. هنا بيقول لي ايه في المثال الاول اللي هو ماشي بالايه، اللي هو ماشي بالعرض ده؟ احمد انتظار اسره استمتع، استمتع اسفه ابريق اسم. نيجي للمثال الباء. هنا عندي بقى عمل ايه؟ حط حرف الواو، لان يا ولاد خلوا بالكم حرف الواو من اهم الحاجات اللي بتبين لي اذا كانت الالف اللي قدامي دي هل هي همزه قطع ولا هل هي الف وصل. هنا قال لي واحمد وانتظار واسره واستمتع وابريق واسم. خلي بالنا في ولاد ما بيفرقش معاها اي حاجه خالص، وتيجي تنطق تقول لك وانتظار واستمتع، قولي له انت حاسس يعني انا بحسها بتيجي بالاحساس الداخلي، وسبحان الله الحاجه الغلط بتحس ان انت مش قادر تنطقها بسهوله. انت حاسس ان كلمه واحمد زي كلمه وانتظار، وكمان كلمه احمد دي فيها قصص شويه، لان احنا الشعب المصري في اللهجه العاميه بتاعته بنقول واحمد عمل كذا، لا ده كده دي لهجه عاميه، لكن العادي ان احنا بنقول ايه؟ واحمد. تمام. لكن هتساوي ما بين كلمه وانتظار واسره، وانتظار واسره الاثنين هم فيهم ايه؟ فيهم راحه في النطق. لكن لما اجي اقول كلمه وانتظار، لا طبعا دي فيها مشقة، يبقى دي على طول غلط. واستمتع، يبقى هنا خلي بالك الواو هنا بينت لي
ان الالف الموجوده دي اسمها الف وصل، لان هنا ايه لم تنطق في حاله الايه في حاله الوصل. خلي بالك حتى لو جه حرف واحد بس قدام الكلمه اللي فيها الالف دي كده خلاص اعتبرناها في وسط الكلام. لان حد ممكن يقول لي ما هي الكلمه لوحدها هي ميس، هقول لك لا، طالما جه جنبها حرف واحد بس يبقى خلاص دي تعتبر الف ايه، تعتبر في وسط الكلام، ودي كده تبقى الف وصل. طيب هنا بيقول لي في المثال الاول هل ظهر صوت الهمزه بكل الكلمات؟ اه طبعا ظهر صوت الهمزة فيهم كلهم. طب في المثال التاني اللي هو باء، هل اختفى صوت الهمزة ببعض الكلمات؟ ايوه برضو. طيب ايه الكلمات ما الكلمات التي اختفى صوت الهمزة عند نطقها بعد حرف الواو؟ قال لي عندي انتظار، استمتع، وعندي كمان اسم. طيب اذا فهمزة القطع في كلمة احمد هي الف فوقها ايه همزة. الهمزة دي مالها تنطق وتكتب، في كل الحالات تنطق وتكتب. طيب ألف الوصل في كلمة اسم هي ألف ليس فوقها إيه برضو همزة، وتنطق فين؟ في أول الكلام، لكن في وسطه ولا تنطق في وسطه. هنا بيقول لي ارسم دائرة حول همزة القطع. ذهبت أمل وأمها إلى السوق. طيب ذهبت أمل هنا طبعا أنا ميزتها من حيث الشكل ومن حيث الصوت، يبقى هنا دي همزة قطع. كمان عندي كلمة أمها، وعندي كمان إلى، التلاتة قطع. طب كلمة السوق، اقرا كده ذهبت أمل وأمها إلى السوق، إلى السوق، إلى السوق. الألف واللام الألف طارت مش موجودة، الصوت بتاعتها صوت الهمزة مش موجود، يبقى دي ألف وصل ما احطش عليها دايرة. أنظف أسناني قبل أن أنام. أنظف أسناني قبل أن أنام. لو أنت خدت بالك هتلاقي الأربعة اللي أنا حطيت عليهم دوائر دول هتلاقيهم كلهم سمعت فيهم صوت الهمزة. هنا بيقول لي ارسم دائرة حول ألف الوصل. هنا بيقول لي باع محمد الزرع واشترى باسم الأزهار. طيب باع محمد الزرع، محمد الزرع، لو خدت بالك اهو بص في الوصل ايه اللي حصل، صوت الهمزة طار، يبقى كلمة الزرع عندي دي طبعا ألف وصل. واشترى، كمان كلمة اشترى وش الهمزة طارت صوتها طار. واشترى باسم الأزهار، يبقى هنا باسم بص الهمزة صوتها ايه مش موجود. طيب تمهل واحذر عند عبور الطريق. تمهل واحذر عند عبور الطريق، عبور الطريق، تمهل وح الهمزة طارت هنا، يبقى عندي احذر وعندي كمان الطريق. اقرأ الكلمات وصنفها في الجدول. أحمر، ابن، أسنان، أسد، إشارة، اهتمام، اجتماع. طبعا هنا كلهم حالات فردية، الكلمات جاية بمفردها فلازم طبعا كلها انطقها بالهمزة. طيب أنا عايزة أميز دلوقتي أعرف إذا كانت دي ألف وصل ولا همزة قطع. هحط قدام كل كلمة، هحط قدامها إيه حرف الواو. بس أنا مبدئيا طبعا المفروض إن إيه إن أنت تعملها. كلمة أحمر هقول إيه وأحمر، يبقى دي همزة قطع. كلمة ابن هحط قدامها الواو، هحط ايه وابن. هحط كده. بس انت من حيث الشكل مبدئيا هتلاقي كلمة ابن دي ألف وصل، هتلاقي كلمة اهتمام ألف وصل، هتلاقي كلمة اجتماع ألف وصل. طب أنا عايزة أتأكد منهم، قول وابن واجتماع واهتمام، او حط فيه خلاص كده. او في برضو الولاد ما شاء الله في الفصل قالوا لي طلعوا لي حاجات هم من دماغهم، قالوا لي ينفع نجرب عليها الالف واللام، ينفع نحط قبلها حرف الباء او حرف اللام. هتبص تلاقي ايه، هتلاقي في الحالة دي برضو ان خلاص كده الصوت الهمزة بيختفي. طيب همزة القطع هتلاقي احمر، هتلاقي اسنان، اسد، اشارة. كل الحاجات دي همزة قطع. طبعا ممكن الولد يحلها من خلال بمجرد النظر، لكن انا عايزاه كمان يجرب حرف الواو، جرب عليهم كلهم، او زي ما قلنا الالف واللام. هتلاقي ان الحاجات ديت بتقدر تميز لك الكلمات كويس جدا من حيث الصوت. طيب اكمل بهمزه قطع او الف وصل. هنقرا ونشوف هنحط ايه. في يوم من ال يبقى هنا دي ايه ما سمعناش صوت الهمزه، يبقى طبعا الف وصل. خرج سالم الى، خرج سالم اي يبقى دي ايه، يبقى دي همزه قطع. الى الحديقه، ما سمعناش صوت الهمزه يبقى دي الف وصل. راى الاطفال، رأى الأطفال يبقى هنا إيه دي طبعا همزة قطع طبعا. يلعبون، وسمع أصوات يبقى هنا سمعت صوت الهمزة يبقى أحطها همزة قطع طبعا. وسمع أصوات وسمع أصوات سمعنا إيه الطاء، دخلنا على الطاء على طول ما سمعناش صوت الإيه الهمزة، يبقى دي هنا ألف وصل. وهي تغرد فوق الشجرة، يبقى هنا دي ألف إيه ألف الوصل. ولعب بالكرة وأكل المثلجات، طبعا هنا سمعنا صوت الهمزة واضح جدا. واستمتع بنقاء الايه دخلنا على السين على طول ما سمعناش صوت الهمزه، يبقى هنا برضو دوت ايه الف وصل.
طيب هنا خليني جمعت لك في النهاية الحروف المساعدة اللي انت ممكن تستعين بيها. عندي 4 حاجات، في ممكن يكون في اكتر كمان. الواو والباء واللام والالف واللام، دول تقدر تستعين بيهم كويس جدا وهيقدروا برضو يوضحوا لك. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، يا رب ما اكونش طولت عليكم، وفي النهاية اقول اللهم انفع به كل الطلاب والطالبات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.